في لحظات الإنسان بينسى إنه إنسان، بينسى خوفه وبينسى ضعفه وبيفتكر نفسه فوق كل حاجة. لكن دايما لما بني آدم بيحاول يبص للسما من فوق، السما بتبص له من تحت. وفي يوم واحد عمل كده فعلا، مش بس اتحدى ربنا، ده حاول ياخد مكانه. بعد الطوفان الكبير لسيدنا نوح، الأرض اتغسلت من خطايا البشر، لكن الشر ما انتهاش، رجع ويتسلل تاني. وفي أرض بابل بعد 200 سنة من الطوفان تقريبا يتولد طفل عينه زي الفحم ولسانه مليان تكبر، اسمه النمرود. قبل ما يبقى ملك وقبل ما يكون اسمه مرعب في التاريخ، كان طفل مولود في قصر كبير، والقصر كان مليان دهب وحراس، بس كان ناقصه حاجة واحدة بس، وهي الحب. أبوه كان ملك قاسي، كان شايف إن الرحمة ضعف، وأمه كانت دايما خايفة وساكتة، ما بتتكلمش غير لما بتتسأل. النمرود كان بيشوف أبوه وهو بيقتل وبيحرق في الناس من غير ما يرمش، كان بيقف يتفرج مش خايف، بالعكس ده كان مبهور. وفي يوم شاف أبوه وهو بيعدم راجل فقير وسط الناس كلها كانت بتعيط إلا شخص واحد، وهو النمرود. عينه كان فيها لمعة غريبة، زي ما يكون كده كان بيحفظ المشهد عشان يقلده بعدين. كبر وتربى على فكرة إن القوة هي الحق، وفي سن صغير كان بيقتل الحيوانات لمجرد بس إنه كان عايز يلعب. الناس في القصر بدأوا يخافوا منه، الخدم كانوا بيهربوا لما كانوا بيسمعوا صوته، حتى أمه كانت بتبصله بعين الرعب، كأنها حاسة إن ابنها مش طبيعي. لدرجة إن النمرود لما كان عنده 14 سنة ولع في جناح أبوه وهو نايم. ومن اللحظة دي الطفل ده ما بقاش طفل، بقى ملك. وأول ليلة ليه على العرش كان القصر كله ساكت من الرعب، الحراس والوزراء حتى أمه في آخر القاعة كانوا باصين له بخوف مش احترام. هو ما اتكلمش ولا ابتسم، بس عينيه كانت مليانة غرور، عيون طفل بقى ملك، وملك حاسس إنه أقوى من الموت نفسه. أول أمر قاله كان غريب جدا، كل اللي يعترض يتحرق. وفي يوم القصر كله كان نايم، النمرود ما كانش عارف ينام وقاعد على العرش لوحده. يدخل عليه إبليس على شكل كاهن ويقعد يعظم ويمجد في النمرود، وعرف يكسب ثقة النمرود لدرجة إن النمرود شاف الكاهن اللي هو إبليس مرشد وصاحب ومصدر ثقة ومصدر قوة. ويبدأ إبليس يعلمه السحر. وأقول لك معلومة على جنب، إن النمرود كان أول ساحر في التاريخ، ويستغل السحر اللي يتعلمه ويخوف بيه الناس، لدرجة إنه بدأ يقنعهم إنه أقوى من أي ملك. وبدأ النمرود يجمع الجيوش والجنود الأوفياء، وبدأ يطهر البلد من أي شخص يعارضه، وأي حاكم محلي كان لازم يكون تحت سيطرة النمرود. بدأ يوسع نفوذه من بابل للقرى والمدن المحيطة، لدرجة إنه قدر يسيطر على طول نهر الفرات والدجلة، يعني بقى يتحكم في وسيلة الشرب الوحيدة. وأكيد طبعا أي قرية كانت بتحاول بتعارضه كانت بتتدمر بالكامل، لدرجة إن من جبروته قدر يسيطر على العراق وسوريا بالكامل، وأجزاء من الأردن ولبنان والأناضول وتركيا. وبعدها النمرود جمع أحسن المهندسين والعمال، لدرجة إنه جمع الآلاف منهم، ده غير العبيد والجنود، عشان يبنوا تمثال ضخم يشبهه. عايز أقولك إنه فضلوا 7 سنين يبنوا في التمثال ده بسبب حجم التمثال الضخم، لدرجة إن راس التمثال بس كانت أكبر من بيت تقريبا. وأثناء ما كانت الناس شغالة وهما بيبنوا التمثال كان بيقول لهم إنه إله الأرض كلها. بدأت الناس تسجد له وتسجد لتمثاله، واللي كان بيرفض يعبد النمرود وما يسجدش لتمثاله كان بيترمي في نار ضخمة، أو بيتقطع راسه، أو بيتسجن في سرداب بدون أكل ولا شرب لحد ما يموت ويبقى عبرة لأي حد. الناس كانت مرعوبة ومحدش قدر يقول له لأ. كل يوم كانت الطبول بتشتغل وتبدأ الناس تولع البخور ويسجدوا للتمثال، ويفضل الحال ده لمدة سنين، لدرجة إن في أجيال كاملة اتولدت وهم فاكرين إن النمرود ده هو الإله،
اللي خلق الأرض. لكن في وسط الزحمة دي كان في شاب صغير وهو سيدنا إبراهيم. عينيه كانت مختلفة مش زي الباقي. كان دايما بيسأل نفسه ازاي حجر ساكت يكون إله؟ ازاي إنسان زينا الناس تعبده؟ سيدنا إبراهيم كان بيشوف أبوه وهو بينحت التماثيل بإيده ويبيعها للناس. وفي يوم سيدنا إبراهيم سأل أبوه بكل هدوء: يا أبتي، ليه بتعبد حاجة أنت اللي صنعتها؟ دي ولا بتسمع ولا بتتكلم. أبوه اتعصب وقال له: اخرس، ده إله المدينة وإلهك الملك النمرود. ومن اليوم ده بدأ سيدنا إبراهيم يبعد عنهم ويقعد بالليل لوحده ويبص للسماء. وشاف كوكب لامع في السماء. بدأ يسأل نفسه: هو ده ربنا؟ بعد شوية لما لقى الكوكب اختفى قال: ما ينفعش أعبد إله بيغيب. بعد كده شاف القمر كان أكبر وأوضح من الكوكب. سأل نفسه: هو ده ربنا؟ ولما القمر اختفى قال ساعتها: إن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. وفي النهار لما الشمس طلعت ونورها غطى السماء كلها سأل: هذا ربي؟ هذا أكبر. لكن لما غربت الشمس اكتشف إن الإله الحقيقي لا يرى، لا يغيب، لا يتغير، لا يحتاج لأحد. وساعتها سيدنا إبراهيم قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولما ربنا شاف صدق نيته ونقاء قلبه بدأ يهيئه ليكون نبيا ورسولا. سيدنا جبريل نزل لسيدنا إبراهيم بالوحي من عند الله. وساعتها سيدنا إبراهيم حاول بكل هدوء إنه يقنع أبوه وقومه إن الأصنام دي ما ينفعش تكون إله، عشان هي ولا بتتكلم ولا بتسمع ولا بتقدر تدافع عن نفسها حتى. ساعتها رفضوا يسمعوه واتهموه إنه بيستهزأ بدينهم. وفي يوم قوم سيدنا إبراهيم كان عندهم عيد كبير بيخرجوا فيه خارج المدينة وبيسيبوا الأصنام في المعبد. ساعتها هنا سيدنا إبراهيم قال: دي فرصتي هوريهم إن الأصنام ما تقدرش تعمل حاجة. ودخل المعبد وبدأ يكسر كل الأصنام واحد واحد، وما سابش غير أكبر تمثال وعلق الفاس في رقبته كأن الصنم الكبير هو اللي عمل في الأصنام كده. ولما القوم رجعوا وشافوا كل الأصنام متكسرة قالوا: أكيد إبراهيم اللي عمل كده. وراحوا لسيدنا إبراهيم وسألوه: أنت اللي عملت كده؟ قال لهم بذكاء شديد أن التمثال الكبير هو اللي عمل كده. اسألوه بل فعل كبيرهم هذا. وبدأوا يفكروا أن سيدنا إبراهيم عنده حق، إحنا اللي غلطانين، الأصنام دي ما بتتكلمش ولا بتدافع عن نفسها. لكن بسرعة رجعوا للعند تاني وقالوا: أنت عارف يا إبراهيم أن الأصنام دي ما بتتكلمش. سيدنا إبراهيم قال لهم: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ وساعتها النمرود بيعرف باللي حصل ويقرر يعاقب سيدنا إبراهيم أشد عقاب. أمر بجمع خشب كتير جدا لدرجة إنه قعدوا أيام يجمعوا في الخشب ده وولعوا في الخشب. ولما ولعوا النار كانت أكبر نار شهدت في ذلك الوقت، لدرجة إن الطيور كانت بتتحرق لو مرت من فوقيها. الحرارة كانت شديدة جدا لدرجة إن محدش كان قادر إنه يقرب منها. ساعتها إبليس جه للنمرود على شكل الكاهن وخلاه يخترع المنجنيق بسبب إن محدش كان قادر يقرب من النار. أحب أعرفك إن أول ما نخترع المنجنيق النمرود، أو بمعنى أوضح إبليس، وفعلا بيربطوا سيدنا إبراهيم في المنجنيق عشان يحدفوه للنار. بس قبل ما يحدفوه جه سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم وقال له: عايزني أساعدك؟ فرد عليه سيدنا إبراهيم وقال له بكل توكل وهدوء: مش محتاج منك شيء، لكن حاجاتي كلها عند ربي. ثم قذف داخل النار. وفي اللحظة دي ربنا أمر إن النار تكون بردا وسلاما على إبراهيم. ولما سيدنا إبراهيم خرج من النار من غير ولا خدش الناس اتصدمت وبدأ بعضهم يؤمنوا بالله وبرسالة سيدنا إبراهيم. والنمرود بيتصدم ويحاول يقنع الناس إن ده سحر. وأمر النمرود بعدها حراسه إنه يجيبوا له سيدنا إبراهيم. ولما يوصل سيدنا إبراهيم للنمرود النمرود بيقول له: أنت يا إبراهيم ليك رب غيري؟ رد عليه سيدنا إبراهيم وبكل هدوء: ربي الذي يحيي ويميت. النمرود ضحك وقال له: أنا كمان أحيي وأميت. وأمر النمرود إنه يجيبوا له 2 من السجناء، قتل واحد والتاني سابه عايش. قال له: شايف، أحييت واحد وموتت التاني. سيدنا إبراهيم ضحك وقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق
فآتي أنت بها من المغرب إن كنت إله. ساعتها النمرود اتشل واتكتم قدام الناس لدرجة إن القاعة كلها سكتت ومحدش قدر يرد بعدها. النمرود قال لسيدنا إبراهيم قل لربك أنا هجمع جيش محدش هيقدر عليه، وساب سيدنا إبراهيم يمشي وخاف يقتله قدام الناس عشان صورته ما تتهدش، وبعت جنود ورا سيدنا إبراهيم عشان يخلصوا عليه، بس ربك حماه من أي شر. والنمرود بيجمع عشرات الآلاف من العمال عشان يبني برج يوصل للسماء. كان فاكر إنه كده هيوصل لربنا. وصل طول البرج تقريبا ل2000 متر، وكل ما كانوا يبنوا في البرج كان بيقع عليهم، لدرجة إن هم أعادوا بناء البرج أكتر من عشرات المرات، لدرجة إن الآلاف ماتوا بسبب إن البرج كان بيقع عليهم كل شوية. وفي الآخر ما قدرش يكمل بناء البرج، ويقرر بعدها النمرود إنه يجمع جيش من مئات الآلاف من الجنود، وقال لهم لما الشمس تطلع اضربوا سهامكم في السماء عشان نقتل إله إبراهيم. والجنود فعلا سمعوا كلامه وعملوا كده. آلاف الأسهم رفعوا سهامهم للسماء وضربوا لفوق، ولما رجعت سهامهم نازلة لقوا ملايين من البعوض نازلة على الجنود، لدرجة إن النهار اتحول لليل من كتر البعوض. البعوض دخل في عيونهم ومناخيرهم ودروعهم الحديد. الجنود هنا بدأوا يصرخوا ويضربوا في بعض. النمرود هنا حاول إنه يهرب، لكن في بعوضة منهم دخلت في مناخيره ووصلت لحد مخه. ربنا خلاها تضرب بجناحها جوه دماغه، وكل ما ترفرف يحس النمرود بوجع وصوت مدمر جوه دماغه، لدرجة انه ما كانش قادر ينام ولا يهدى الا لما يخلي الحراس يضربوه بالنعال على راسه علشان يهدى. وفضل عايش كده سنين طويلة. الملك العظيم اللي كان بيقول انا الاله كان بيتضرب كل يوم بالنعل عشان يخف الألم للحظات، لدرجة انه راح لإبليس عشان يساعده. بس إبليس هنا قال له انا وعدتك بالغرور مش بالخلود. انا اقدر اضلك لكن ما اقدرش انقذك من اللي خلقني وخلقك. من كتر الألم النمرود بدأ يتجنن، وفي يوم البعوضة ماتت جوه دماغه، ولما ماتت مات هو كمان معاها. افتكر ان لسه في عقول اظلم وظلام اعمق هنفتح ملفاتهم مع بعض. تفتكر لو ابليس جالك النهاردة بنفس الوعود هتعرف ترفض ولا هتبتسم زيه؟